السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض صينيه الرقاق المصري باللحمه المفرومه. الاكله دي مهمه جدا جدا في الاعياد والعزومات. احتفظي بيها بقى عشان عيد الاضحى اهو على الابواب. كل سنه وانتم طيبين. هنحضرها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، شويه نصايح لو اتبعتوها هتطلعوا احلى صينيه رقاق، مورقه ومش معجنه واخده طبقه كريسبي من بره وطريه من جوه. واهم حاجه ان اللحمه ثابته ما بتقعش. شايفين قطعه الرقاق مورقه ازاي؟ تحفه تحفه تحفه. غير طبعا ريحتها اللي كانت قلب الدنيا كلها. اهم حاجه تصلي على النبي وتعالي نشوف الوصفه بتاعتنا. اول حاجه سميت الله، واول خطوه هنحضر العصاج. حطيت طاسه على النار، معلقه صغيره من السمنه عشان اللحمه المفرومه بتنزل دهون، فمش عايزين صينيه الرقاق تكون دسمه زياده عن اللزوم. نزلت باللحمه المفرومه، ما بقلبهاش خالص الا لما تبدا كده تاخد لون، ببدا ان انا اقلبها، ولازم النار تكون عاليه عشان اللحمه ما تنزلش السوائل بتاعتها. بعد ما اللحمه اخدت لون نزلت بثلاث بصلات ضربهم في الكبه، معلقه صغيره من الثوم المفروم، وبشوح اللحمه مع البصل مع الثوم لحد ما البصل والثوم ريحتهم يطلعوا. بعد كده جبت طماطمايه بشرها بالمبشره، مش هنحطها صلصه ولا هنحطها عصير، هنبشرها بالمبشره، بتفرق جدا جدا في طعم العصاج، وكمان بتخلي العصاج جوسي. قلبت الطماطم مع اللحمه وبسيبها لمده دقيقتين ثلاثه، وبعد كده بنزل بالبهار، معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره فلفل اسمر، معلقه صغيره سبع بهارات، ورشه بسيطه من جوز الطيب. بقلب الكلام ده كله مع بعض وكده وكده. العصاج ما شاء الله بقى جاهز معايا، جوسي وجميل جدا. مش عايزين العصاج بتاعنا يبقى ناشف، عايزين يكون جوسي بالشكل ده. تاني خطوة هنصلي على النبي، وجبت صينية مدورة عشان الرقاق بتاعي مدور. دهنت الصينية كويس جدا بالسمنة. كتري السمنة كده في قاع الصينية عشان قاع الرقاق ياخد لون دهبي حلو. تالت خطوة هنصلي على النبي، وجبت شوربة معايا كوباية من الحليب، ممكن تستغني عنها بس بتدي طعم حلو جدا لصينية الرقاق، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، بيخلي الرقاق مورق ومش مكتوم. ولازم الشوربة بتاعتك تكون دسمة. يا سلام بقى لو دي شوربة بط، اعرفي ان صينية الرقاق دي هتبقى عالمية. وكمان لازم ان الشوربة بتاعتك تكون مدخنة بالشكل ده. لو بردت لازم تسخنيها، عشان لازم تبلي الرقاق او تسقي الرقاق كويس جدا عشان يطلع معاكي طري كده وجميل. بين كل رقاقه ورقاقه بندهن دهنه بسيطه من السمنه عشان ما يطلعش معاكي دسم، ودهنه بسيطه من القشطه بتاعت وش اللبن. يا سلام يا بنات، بتنقل صينيه الرقاق في حته تانية خالص، بتدي الرقاق لون حلو وطعم حلو. يعني بتدهني الاول دهنه كده سمنه، وبتدهني دهنه من القشطه بتاعت وش اللبن. ولو الرقاق اتكسر منك مفيش اي مشكله، هو كده كده بيبقى في النص ما بيبقاش باين، بس لازم ان انت تبلي الرقاق كويس جدا. بعد كده بنزل باللحمه المفرومه، واهم حاجه ان انت تبعدي اللحمه عن الاطراف عشان ما تلزقش في الصينيه، وتضغطي بقى كويس جدا بظهر المعلقه ببطن ايديكي. المهم ان انت تضغطي كويس جدا عشان تثبتي اللحمه على الرقاق، لما يجي الرقاق يستوي وتقطعيه اللحمه ما تقعش منه. بعد كده ما ظبطت بحط برضو 4 في الطبقة التانية بين كل رقاقة ورقاقة زي اللي عملته في الأول، دهنة بسيطة من السمنة ودهنة بسيطة من القشطة بتاعت وش اللبن. وفي الآخر خالص باخد من الخليط بتاع الشوربة اللي أنا كنت بسقي بيه الرقاق، وبحط كده كوباية منه، وبسقي الصينية كويس جدا، وبالذات بزود شوية كده على الأطراف عشان هو ده اللي بيثبت الحشوة بتاعت اللحمة. وكده تمام. لو صينيه الرقاق لقيتيها مجعده كده زي ما انت شايفه، اعرفي ان صينيه الرقاق بتاعتك دي هتطلع خطيره. ولو لقيتيها ناشفه اعرفي ان هي هتطلع كريسبي وهتطلع ناشفه شويه. كده يا ستي صينيه الرقاق بقت جاهزه معايا. بقطعها، قطعيها بقى زي ما انت بتحبي، قطعه كبيره قطعه صغيره زي ما انت حابه. بندخلها الفرن، لازم الفرن يكون مسخنينه كويس على درجه حراره 200. بحط الصينيه في الرف اللي تحت، واول ما تبدا الاطراف تاخد لون بولع عليها الشوايه وتطلع معاكي تحفه التحفه. طبعا ريحتها يا جماعه قلب الدنيا كلها كده ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه؟ تحفه تحفه تحفه. انا بحب اغطيها فوطه مطبخ كده نظيفه لمده 10 دقايق عشان انا بحبها تكون طريه شويه، لكن لو انت بتحبيها كريسبي سيبيها كده من غير ما تغطيها. وبعد كده بقطعها، وتفضلوا بقى احلى صينيه رقاق. شايفين الرقاق عامل ازاي؟ واخده لون حلو جدا جدا، ومورقه وخطيره خطيره خطيره. جربوها ان شاء الله، انا واثقه انها تعجبكم. وما تنسوش اهم حاجه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واشوفك بقى في وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.